مواجهة جيدة؟ والله يا ابو احمد اكون صادق معك، اول شيء انك انت تدرب في دوري قوي او يعني دوله مرشحه لكاس العالم، انك تروح ملحق، يعني حد ذاتها فخر لك انك تكون تحت المنتخب. المنتخب نعم، بالضبط. حتى على مستوى المنتخب الشباب واليوم يعتقدون متأهلين للمرحلة الثانية حقيقة. لا كويسة مرة. بالإضافة إلى أنه أبو أحمد لقيت يعني كامل الصلاحيات وكامل الثقة، وأعطيت دعم كبير من معي رئيس النادي الشيخ سلطان، يعني تعرفوا لاعب دولي سابق ورئيس الاتحاد، وأعطاني ثقة كبيرة، مساحة كبيرة من الثقة أنا وزملائي في الجهاز الفني في ماذا شمطوا عليك؟ في اختيار اللاعبين، في اللاعبين الأجانب، اللاعبين المحليين، ثقة في الجهاز الفني اللي معي، يعني زي الكابتن ماجد، الكابتن حمدان، كان المفروض يكون معنا الكابتن مثل ما قلت لك ماجد الغانم، الآن معنا مدرب أردني موجود. فكل بس اللي مفاجأة بالنسبة لي الجمهور، لقيتها معي في الملعب، لقيتها معي في المطار، لقيتها معي في الفندق. المفاجأة الأكبر لي اللاعبين اللي قابلوني استقبال كبير، دعموني، قالوا من يدك هذه ليدك هذه، احنا نقف معك، نقف مع يعني خبرتك، احنا عارفين ان الان احنا تحت المجهر بالدوري السعودي، يعني كان كلها عوامل مساعدة. اللاعبين كانت من ضمن بعض الشغلات، في بعض اللاعبين متأخرين في تجديد العقود، اسرعوا في تجديد عقودهم. مثل ما شفت انت اليوم تمرين العدد كبير جدا، رغم انه تو منتهي دور القوات المسلحة عندهم، عارفوا ما زال عندهم احتراف 50% 50%، يعني هو موظف ومحترف. صحيح. عرفتون؟ الحقيقة يا أبو أحمد يعني 22 لاعب أنا تقريبا عديتهم، تقريبا 22 لاعب مع الكابتن ماجد مدرب اللياقة، صح؟ كلهم أردنيين صح؟ أردنيين، ما في أجانب حتى الآن. لا الأجانب بعد فرنسيين جايين يوم الجمعة. ذكر لي أحد المسؤولين في نادي الفيصلي إنه فيه لاعبين برازيليين يوم الجمعة جايين، يوم الجمعة تقريبا يصلون هنا. نعم. فيه 6 لاعبين مع منتخب الشباب، اليوم عندهم ثلاثة بيلعبون هنا. راح عبد الرحمن يشوفهم في نعم عبد الرحمن الحمدان اليوم موجود في التمرين. يشوفهم في استاد الملك عبد الله بن عمان. في 3 لاعبين بيلعبون الليلة مباراة ودية ضد منتخب البحرين، مع المنتخب يعني. مع المنتخب 6 لاعبين، فالمفروض يكون حنا مجموعة تقريبا 33 لاعب، المفروض يكون اللي يسجل رسمي يعني. طبعا فيه. طيب بالنسبة للاعبين السعوديين كان في كلام صار شيء طبعا جديد؟ في 3 لاعبين طرحناهم من البداية، اللي هم سعود حمود وعلي عطيف ومحمد لبيب، تعرف اللي كان مهاجم في نادي الاتحاد. بس اليومين هذه بدأت تجي يعني بعض اللاعبين، كان عندي رغبة اني اجيب بدر الخراشي، لكن طبعا طريق الكابتن خالد سلطان، لكن يعني غالي جدا يعني. سعد الحارثي ايضا كان يعني مطروح، وكنت انتظر انه التقي يعني مع وكيله طبعا. طيب هو الان في القائمه، بدام انك جبت سعد الحارثي، يعني خرجت قائمه الهلال اللي في النمسا، هو خارج القائمه، بالتالي واضح انه يعني بس انه يعني تعرف سعد بعض اللاعبين اللي لهم يعني قيمتهم السوقيه في الانتقال مكلفه، يعني تفاجأت انه العروض المقدمه لبدر الخراشي 500,000 مقدمها، كنت راتب يعني بدر خراشي يعني كنت برضه حاط عينك عليه. هو صراحه من المهاجمين كلمناه. طيب وسعد الحارثي وش المشكله؟ هل هي عدم التواصل ولا الفلوس ولا التواصل والقيمه الماليه يعني عاليه جدا، والظاهر عنده عرض وحسب ما فهمت انا ايضا. فطبعا تعرف يعني عندنا يعني الامور الماليه تحتاج الى. طيب انا اسولف مع بعض الجماهير والمسؤولين، كان ترتيب الفيصلي موسم المنتهي والماضي السادس، وهي لأول مرة تحدث في تاريخ الفيصلي حسب كلامهم. فاللي انت تتصوره الآن، حتى إلى درجة أنه أحد المشجعين، يعني بقول لك معلومة حلوة جدا جميلة، يقول أنه إحنا متفائلين أن نحقق ال4 بطولات وليس بطولة واحدة، السوبر، كأس الاتحاد الآسيوي، كأس الأردن لو كأس الملك، ودوري. والله طبعا يا ريت، وانا اتمنى ان شاء الله انه بجهود اللاعبين وجهودي انا وزملائي، يعني ان شاء الله نكون عند حسن الظن. وما في شك طبعا انه عندي رقم 1 الان الاسيويه، هذا السيناريو الهدف اللي وضعناه قدام عيوننا احنا والاداره. رقم 1 الكاس الاسيوي، بعدين دوري المناصير، بعدين كاس الاردن، وبعدين السوبر اللي هو في بطوله قادمه بعد 22 يوم او 20 يوم. لا اقل، بعد 16 يوم.
تعتقد انها كافيه انك تحدث تجهز لها 14؟ كافيه، لانه كان بيمسك الفريق زميلنا فراس، لكن جاله عقد. بالمناسبه هذه طبعا يا ابو احمد اهني الجهاز الفني لفريق نادي الفيصل الاردني، الكابتن راتب وفريق وليد وفراس اللي سيشرفون على الجهاز الفني في نادي الفيحة، هم من ابناء نادي الفيصلي، فيعني مدربين سعوديين جو هنا، مدربين اردنيين راحوا هناك. وبعدين خلاص. شو المفارقه هنا بالنسبه لك؟ المفارقه مفارقه يعني احتراف ابو احمد، واعيش الاحتراف انا وزملائي بكل تفاصيله. اصبح عندنا وقت كافي ان نشوف مباريات ونضع برامجنا بدون ما يكون عندنا مسؤوليات هنا وهنا، وايضا جمهور عاشق لكرة القدم يعني. شلون؟ نعم. وشكرا يا الحبيب، يعطيك العافية. شكرا. شكرا. الجمهور عاشق لكرة القدم، فريق جماهيري، لاعبين يعني دوليين لهم تجربة تعرف في 2004 الكرة الأردنية كانت حاضرة في آسيا، في قطر أيضا كانت أيضا حاضرة. الآن هم على أعتاب مجد جديد يعني في كأس العالم، لو والله وفقوا تجاوزوا أوزبكستان. على مستوى الفيصلي فريق يعني حقق كأس آسيا مرتين ووصيف كأس الأبطال مرتين، ولعب وصيف المرة الثالثة مع الكابتن عدنان حمد، بطل النخبة العربية. يقول لي أحد المشجعين الفيصلويين أنه عندهم مشاكل العام الماضي، مشكلتين العام الماضي، كانت مالية أولا بالنسبة للاعبين، والثانية أنه عدم وجود مهاجمين. هل عبد الرحمن هاك لا لا مكلف بمهمة يحضر مباراة المنتخب. عبد الرحمن تو يوصل الآن بعد ما انتهى التمرين. حاضر مباراة المنتخب مع الولايات الأردنية. أقول لك أنت قلت لي هنا في الحوار، بس أنا أمازح كابتن. ما في شك أبو أحمد، معلومة صحيحة، لكن بصراحة مشاكل الأندية المالية حتى عندنا في السعودية نعم. ما تعرف أنت هذا الشيء صحيح. هم تجاوزوها الآن لحسن الحظ، أنهم باعوا المقر القديم بمبلغ كبير، وبدأوا الآن يجددون عقود اللاعبين وبيصلحون منشآت حيبدون فيها من اليوم. يعتبرون أحدث الأندية اللي هتقام في، ويفكرون يصلحون فيه معسكرات حتى للفرق اللي بالجزائر تعسكر فيه. أنا أشوف الملعب جديد يعني ومفتوح ملعب هذا لا حيطور. طيب المهاجمين كيف تحل أنت؟ بتجيب مهاجمين ولا؟ مع مهاجم برازيلي، وتعاقدنا مع مهاجم محلي، والآن قاعدين ننتظر يعني برضو يعني رد سعود حمود وايضا محمد دبيب كلاعب اسيوي، عرفت؟ لان عندنا 4 لاعبين، 3 منهم اجانب يعني يلعبون، وواحد يلعب في الاسيويه. ففي اللحظات الاخيره بنشوف من اللي يثبت اسيوي اللي يثبت محلي. انا مدعوم بكل ما تحمل الكلمه من الجهاز الاداري ومن اعضاء الشرف في النادي هنا، من اللاعبين، من الجماهير، انا وزملائي طبعا الكابتن عبد الرحمن والكابتن ماجد العلي. مدرب الحراس بالمناسبة، مدرب الحراس بالنسبة الكابتن أنس، مدرب أردني. أنس أبو عبد الرحمن من خيرة المدربين الوطنيين هنا أيضا، ولاعب دولي سابق. اليوم جيتك دعم أبو أحمد، يعني حضورك هنا اليوم في ملعبنا، وهذه عاداتك دائما متواصل معك. أنا والله جيت يعني في مناسبة خاصة إعلامية، وبالتاكيد مثل هذه فرصه لا تفوت، يعني بل اكون مقصر وغير مهني لو ما حضرت. انه من اليوم قلت انك جاي للملعب، انه يعني كان على قولتهم بشرين بحدث سعيد، يعني انه واحد يعني اعلاميين السعوديين يجي رغم وجود القناه الرياضيه، الله يسلمهم جو مشكورين، شفتهم اليوم مستاهلين. نعم شفتهم، وهذا شيء يشكرون عليه من خلال المنبر يعني جول اونلاين. نشكر يعني الدكتور محمد بريان بالضبط معالي الوزير طبعا في المقدمه، والاخ محمد باريان والاخ عايض القحطاني وفريق العمل هنا. حق جيتهم كانت ايضا جيده بالنسبه لي. طيب ما دام قلت كذا، ايضا ودي انك تتحدث عن الانطباع العام وردود الفعل اللي صارت على علي كميه بشكل عام. طبعا انا لن احدد شيء بعينه لا سلبي ولا ايجابي، لكن اكيد انت كمدرب كان لك متابعه معينه في كثير، سواء في ايجابي او سلبي، داعم او محبط. انت ايش تقول لو كلمه او كلمتين؟ والله ما اخفيك، هو سلاح ذو حد واحد انا اسميه، اللي دفعي لتقديم الافضل. إن كما قيل يعني المدرب بالمجان، فطبعا هذا يعتبر اني انا جاي اقدم نفسي كمدرب سعودي، واذا هي بعقد فانا زملائي جينا لنعطي الاخرين ان عندنا استعداد ان احنا اذا جانا العروض ان نغامر ونروح ونجي. انا اللي اعرف عليه ان عندك اكاديميه ايضا في الرياض. عندي ايضا مدرسه، بالتالي يعني لو لم يكن العرض مجدي ومفيد ربما لن تترك الاكاديميه لتضحي بشيء. والله اقول لك من منبر جول اونلاين، العرض اللي قدم لي من هنا عرض جيد، ويعني ما اقدر اقول لك
يعني يتوازن مع بعض العروض الموجوده عندنا في السعوديه. احنا نتمنى لك راتب شهري جيد، مقدم عقد مش بطال، مكافأة بطولات يعني بالنسبه لي يعتبر ممتاز. ونادي الفيصلي ونادي الفيصلي انا اقول شخصيا انه نادي كبير.